بسم الله الرحمن الرحيم، في يوم لا يمكن للتاريخ أن ينساه، وفي أرض لا تزال رمالها تشهد بالصدع الأول. قام سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ليصنع الموقف الأخير في وجه الظلم. خرج من مدينة جده وقلبه مترع بالوجع، فهو يعلم أن الطريق ليس عاديا، ويعلم أن قدره يجري نحو كربلاء، نحو أرض سيتحول اسمها إلى دمعة في جبين الدهور. ولما وصل الحسين إلى كربلاء وقف بنظرة طويلة كأنه يحدث الأرض همسا: هذه مواقع خيولنا، وهذه مراحل دمائنا. وبدأت اللحظات تثقل حتى جاء يوم العاشر، يوم الفاجعة التي مزقت زمن الأمة. تقدم الحسين إلى أصحابه، نظر في وجوههم وقال بصوت يختلط بالنور والوداع: صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة. وتساقط الأصحاب شهداء واحدا تلو الآخر، حتى لم يبق إلا الحسين وقلب يحمل هم الأمة كلها. وحين بقي وحيدا رفع يديه نحو السماء وقال دعاء يهتز له الفضاء: إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك. ثم تقدم نحو المعركة وقلبه ثابت كالجبل، فضربوا جسده السبطي الطاهر حتى تركوه طعنات وسهاما، وسقط الحسين على تراب كربلاء سجادا. وفي تلك اللحظة اهتزت السماء وتغير لون الأفق، وكأن الدنيا كلها صرخت: قتل الحسين، ومثل الحسين لا يقتل. وبقيت كربلاء تعلم البشرية كلها أن الكرامة تستحق التضحية، وأن الدين لا يبقى إلا بدم الحسين، وأن النور الذي سقط يوم العاشر لم يزل يضيء القلوب إلى اليوم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.